السلام عليكم طفيلات، شحالكم ياك لاباس ياك بخير؟ ان شاء الله تعود اموركم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا على فيديو جديد. الا كنتي اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تنضم لنا بالضغط على زر المربع الاحمر الموجود تحت الفيديو وتفعيل خاصيه الجرس باش يوصلك ان شاء الله كل جديد. والمتابعات الوفيات للقناه نقول لكم يا مرحبا وسهلا بكم كامله. اسمحي واحده عن واحده. شكرا للطفيلات، اي واحده تكتب لي تعليق. شكرا لاي وحده قبضت من وقتها وتفرجت في فيديو وكتبت لي تعليق زوين وخلات لايك. يعني اي محاوله درتيها فراهي قاره فيها. حتى خصوصا للطفيلات اللي دائما على تواصل معايا في الانستغرام، واللي ما نطرح فيديو في اليوتيوب ما تفرجوا فيه هما الاولات. واي شيء اي وصفه طرحتها في اليوتيوب يجربوها ذاك الوقت صراحه والله اللي زقر فيا حتى ونعرف عن ذا اللي نعدل ما هو ماشي الا في الخوا هكاك. نعرف عنكم تجربوه ويطول لي عمركم، وهذا دليل على ثقتكم فيه وثقتكم في الوصفات اللي نعدل. اكيد يا الطفيلات لانهم كاملين مجربين 100%، ما نطرح لكم شيء من فراغ ابدا. واي شيء جربتيه من ذي القناه الا وليت تجبر عليه النفع باذن الله. ونبغي نقول لكم مشكورين حتى كاملات. المهم ما نطول عليكم. بالنسبه لموضوع هذا الفيديو، كان تحت طلب الطفيلات. بالنسبه لاخر فيديو طرحت لكم على انسينوريكس قلتوا لي بغينا تشرحي لنا الفرق ما بين فواتح الشهيه وذوك الثانيين، وذوك الفند الثاني اللي ينفخوا باش يعودوا عارفين الفرق ما بيناتهم. يعني اي وحده باغا سمنه صحيه، يعني بلا مرض يعني بلا ما تخاف من شيء، تعود عارفه الفنيد اللي خطير والفنيد اللي مو خطير، فهمتوا؟ تعود عارفه هذا السير ولاش يصلح وهذا لاش يصلح. المهم انا راني ماني اخباريه، ما عندي ماني قاري على ذا الشيء. انا كنقول لكم لا على حسب تجربتي. راكم عارفين المحيط اللي احنا فيه وتجارب وذا الشيء اللي نقول لكم على حسب تجربتي وذاك الشيء اللي نعرف انا، يعني في حدود معرفتي انا. قادرتي اللي تفرجي فيا تعود معرفتك اكثر مني انا ولا بان اللي قلت انا شيء وظهر لك انت عنه ما هو صحيح والله شيء متمنيه فعلا عنك تصحيه لي في التعليقات. يعني طفيلات اي مسألة قلتها وجاتكم ما هي هذيك والله بغيتوا تستفسروا عنها، المهم طفيلات كتبوا كل شيء في التعليقات راني نجاوب كل شيء باذن الله. المهم كان طفيلات بالنسبه من سروات فواتح الشهيه كان برنابول فاتح الشهيه زوين، ولكن ما تكثري منه. برنابول عاده يشربوه الناس ديال اصحاب بومزوي، اللي عاد فيك بومزوي. برنابول زوين يداوي بومزوي، غير لا ما تكثري منه. سيرو برنابول. ومن السروات اللي فاتحه للشهيه خالق ابيتين زوين كاع. ولكن طفيلات واحد الملاحظه من نقول لكم عن مسألة زوينه. يعني هذيك المسألة نفعتني انا، يعني غير من راه رجلي موصيه، يعني خالق اللي تنفع معاه مسألة، خالق اللي ما تنفع معاه مسألة. جات معايا انا قد ما تجي معاك انت، ومسألة ما جات معاك انت قد تجي معايا انا، فاهميني؟ بحال هاك انا نقول لكم اللي على حسب تجربتي، وانتم كتبوا لي مولي تجاربكم مع واحد من هذو اللي عدتم مجربينهم. قلت لكم ابيتين زوين يفتح الشهيه ياك. بيرنابول زوين وابيتين حتى هو زوين. بيرفيتال هو اخيارهم كاملين بيرفيتال لانه صحي، وهو كاع اللي طالع ثمنهم، هو كاع اللي طالع ثمنه من ذو كاملين بيرفيتال لانه صحي وزوين. غير انا سبحان الله ما يعجبني بيرفيتال لان ريحته قاصحه، ريحته سبحان الله ما قديت نستحملها وكتقبضني الحساسيه والله ما نعرف. غير هو صحي وزوين، لا هو ولا الفينيد ديالو. الفينيد ديالو زوين والستيرو ديالو زوين. يعني اللي باغيه تفتح الشهيه بطريقه صحيه بدون ما تخاف بيرفيتال زوين طفيلات والله. الستيرو ديالو الفريد ديالو ما قد جربته، جربت لا الستيرو ديالو زوين وخالق مولي. بالنسبه لواحد من واحد من الفند اللي ينفخوا، خالق اوراديكسون وخالق ديغادرون وبرياكسين. راهو فيهم انواع طفيلات، خالق برياكسين اللي يعودهم في المغرب، خالق برياكسين ديال اسبانيا. انا صراحه ما قد جربته كاع برياكسين لا ديال المغرب ولا ديال اسبانيا، ولكن على حسب الطفيلات اللي يقولوا عن برياكسين ديال اسبانيا سمنتو زينه. المهم اللي حق الله مجربته تكتب لنا في التعليقات وتفيد الطفيلات. انا بيا ما عندي فيه تجربه حقيقه، لا على حسب ذا اللي نسمع. وبرياكسين ديال المغرب قالوا عنه ما هو زين، المهم ماني عارفه. برياكسين ديال اسبانيا قالوا زوين وسمنتو ما طيح. بالنسبه للطفيلات اللي يقولوا لي بغينا شي سمنتو ما طيح، الطفيلات ما خالق شي قالوا سمنتو ما طيح.
مادام عنك تشربي السيرو فاتح الشهية، كوني اكيده عنك انفو اللي تقطعيه اللي ترجعي كيف كنتي، من غير لا عدتي متبعه واحد النظام صحي 100%. يعني معدله عجنات، معدله الزريق، معدله اللحسات، معدله، وهذا كامل انت متبعتيه في واحد البرنامج، ودايره السيرو فاتح الشهيه على زر لا باش يفتح لك الشهيه وتقدي تكملي داك الشيء، فهمتي؟ اما الا عدتي تشربي السيرو وحده وتحالي تسمني وين فوا تقطعيه بغيتيه عندك ما طيح، هذيك راهي ما خالقه الطفيلات. باش نعود معاكم صريحه، خصوصا الفينيد اما كاع السيرو مزال شوي، وخالق الصمه اللي مهمسي، يعني خالق تبارك الله اللي واخا يقطعوه يبقى على حاله، ينقص شوي ولكن بعد ما ينقص ذاك بديك الطريقه الشينه، فاهميني؟ دائما السمنه اللي ما تطيح راهي لا بشي طبيعي. العجنات اللي عند اماتنا الاولى ثم اللي العجنه الحقيقيه اللي بالذروه، اما اللي بالذروه والتمر والمكسرات اللي تعود معدله على اصولها، هذيك الطفيلات راهي زينه بالنسبه لحد بعدي. وكل الذروه ما عنده مشكله في الشحم وذا الشيء، ما عنده باطل المشكله هي في طعم الشحم والدسم وذا الشيء، راهي زينه الطفيلات. العجنه ديال الذروه خطيره، انا لا من النوع اللي ما نوكل الذروه ولا نقد على ريحه الشحم ولا شيء وتكدر عليا داك الشيء. علاش؟ اما العجنه الطفيلات زينه، خصوصا الا جبرتي امراه كبيره تتقنها لك وكذا. خلوني منذ العجنات اللي ينباعوا، أه نقول لكم انا على حسب تجربتي صراحه. انا نختار مثلا نقبضها من عند امراه تعود فارها فيها وعارفه فاهمش فيها، والله عد ليها الراسك وتبارك الله، ما كل شيء عاد معروف. العجنات زينين، طفيات في السمنه، الزريق زين في السمنه، المهم هذا كامل الا بغيتي سمنتك ما تطيح. وصافي الطفيلات وانتينوركس. هي انتينوركس كي قلت لكم تكلمت لكم عنه في الفيديو الفات، حتى هو السيرو زوين. المهم من هذا كامل خالق اوراديكسون وديكادرون وبرياكتين، هذو من الفنيد اللي ما خاصك تحوزي عليه، لانه خاص بالحساسيه والحشره وذا الشيء، وخطيرين يعني بعدي منهم. واللي تقدي تستعملي بشكل امن هو برنابول، انتينوريكس، ابيتين، بيرفيتان. وخالق مولي السيرو نورافيت هذاك ديال الحلبة الاصفر، هذاك زوين حتى هو مع به. دائما الطفيلات على حسب تجربتي انا نختار نفتح الشهيه بالسيرو وحده عن نخلط مع الفانيد، لاني ملي كنفتح الشهيه بالسيرو وحده كتعود شهيتي مفتوحه بواحد الشكل طبيعي، يعني ما هو شي معيق غير. والفانيد سبحان الله يعود مجهد على السيرو ديالو. المهم انت لك الاختيار وانت عاد لي ذاك اللي صالح لك. انا لك قلت لك فكره عن فكرتي انا وعن ذاك اللي نعرف، ولا قلت شي ما هو صحيح متمنى الطفيلات عنكم تشرحوه في التعليقات وتشاركوا معنا تجربتكم، ونجمعوا كاملين في ذا اخبار كلها تفيد الثانيه. وصافي الطفيلات، كان هذا هو الفيديو اليوم، ان شاء الله ما نعود طولت عليكم، ان شاء الله تعودوا مكتوب استفاده ولو بسيطه. ما تنسوا تخلوا لي لايك وتشتركوا في القناه ومهبس.